السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ لو رحت مستشفى وقالوا لك هنعمل لك أشعة مقطعية، أكيد هتسأل ايه هو الجهاز ده؟ بيشتغل ازاي؟ وهل هو مؤلم؟ النهاردة هشرح لك ببساطة كل اللي محتاج تعرفه عن جهاز الأشعة المقطعية. خليكم معايا. تمام، يعني ايه سي تي؟ السي تي هو اختصار لكمبيوتر توموجرافي أو التصوير المقطعي بواسطة الكمبيوتر. الجهاز بيشتغل باستخدام الأشعة السينية، لكن مش زي الأشعة العادية، بمعنى إن هو بيستعمل كمية أكبر من الإكس راي عن اللي بيتم استعمالها في الأشعة العادية. طيب، الموضوع بيحصل إزاي؟ إزاي بيقدر الجهاز يصور المريض؟ عن طريق إن هو بيصور الجسم من كذا زاوية حوالين المريض، وبعد كده الكمبيوتر بيجمع الصور دي وبيكون منها مقاطع عرضية سلايسز، زي شرايح توضح تفاصيل الجسم من جوه بكل دقة. تمام، ايه هو مميزات الجهاز؟ ايه المميز في جهاز الأشعة المقطعية؟ ليه بنستخدمه؟ المميزات انه دقيق جدا في تصوير العظام والمخ والصدر والبطن والحوض والأوعية الدموية. كمان يقدر يكشف عن الجلطات والكسور والنزيف والأورام والعدوى. ممكن نستخدم صبغة وردية علشان تزود وضوح الأوعية أو الأعضاء. تمام لحد كده. إيه هي خطوات الفحص للمريض؟ أو طيب المريض بيعمل إيه أثناء الفحص؟ الخطوات ببساطة: المريض بينام على الترابيزة، والترابيزة بتتحرك جوه الحلقة اللي هي اسمها الجانتري، والجهاز بيصور بسرعة من غير أي ألم. لو محتاجين صبغة بتتحقن في الوريد. المريض بيسمع صوت دوران بس مفيش فيه وجع أو ضيق. تمام، آخر حاجة هنعرفها النهاردة: هل الجهاز ليه مخاطر؟ زي أي جهاز بيكون ليه مخاطر وفيه شوية احتياطات لازم نعرفها. المخاطر زي إن هو بيستعمل كمية أكبر من الأشعة السينية عن اللي موجودة في الأشعة العادية. كمان برضو في حالات الحوامل بيبقى خطر جدا ولازم يبلغوا الطبيب. الصبغة ممكن تسبب تحسس عند بعض الناس لكنه نادر. وفي النهاية الأشعة المقطعية أداة قوية في تشخيص الأمراض، ودقتها العالية بتخليها أحيانا تنقذ حياة. لو عجبك الشرح اعمل لايك واشترك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية نشرح فيها جهاز أو بقية الأجهزة الطبية ببساطة. أنا عبد الله، ودي كانت لمحة عن جهاز السي تي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.